لو انا اختكم من باقي العيله عندكم مش هتكونوا خايفين عليا الخوف ده كله، ولا هتكونوا قلقانين عليا القلق ده كله. ربنا يعلم والله العظيم. وانا في العمليات الدكتور كان عنده عمليه قبليه يعني في الغرفه اللي جنبي، فسابوا لي تقريبا نص ساعه او يعني 40 دقيقه كده قاعده يعني السرير اللي هعمل عليه العمليه. والله الفتره دي كلها انا ما عملتش اي حاجه غير ان انا دعيت لكم كلكم. آه آه انا بحبكم جدا. انا عايزه اقول لكم انا بس تعبانه شويه، عايزاكم تدعوا لي لان انا هيعلقوا لي تقريبا دم، تقريبا لسه مستنيين النتيجه ماشي. وعمالين اخد في مسكنات، يعني اخدت كذا مسكن ماشي. وطلبوا لي الجهاز اللي هو اللي بيتعلق في الرقبه بتاع المسكنات، انا ما كنتش عامله على حسابي. فهم قالوا لي خديه يعني وكده بعد ما طلبت منهم ان انا تعبانه وموجوعه. انا دلوقتي يعلم ربنا ان انا قاعده بتكلم معاكم وكويسه وحاسه ان انا شاده حيلي شويه، بس عشان انا واخده مضاد حيوي، واخده مسكن قوي جدا. فبعد شويه ممكن مثلا تلاقوني نايمه زي ما حصل كده، تلاقوني نايمه قمت مره واحده مصرخه، راحت الممرضه جت لي وادتني مسكن وبعد كده هدت تاني. فانا عايزاكم تدعوا لي، وانا والله دعيت لكم دلوقتي. سعاد ربنا يبارك لها ويا رب ما يحرمها من صحتها ابدا، ويبارك لها في عيالها وتشوفهم احلى البنات، احلى البنات. والله العظيم هي جايه من سفر وباين عليها يعني مش نايمه وتعبانه، كل ما تيجي تعمل كده الواد يا عيني يعيط تقوم له. المشكله ان انا ما اقدرش ان انا اقوم له او الكلام ده، فهي يا عيني بصراحه ربنا يا رب يبارك لها، ربنا يبارك لها والله العظيم، مش عشان اختي بس، ربنا يديها الرزق والخير والسعاده كله اللي في الدنيا. وانا من هنا بقول لها بجد ان انا بحبها قوي وبحب اخواتي كلهم. وبالنسبه لضني هسوي معايا تقيل، بس ضني جميل ربنا يخليه لي يا رب، وبقى ابو العيال يا بنات. وبالنسبه لفهد شبه مين انا مش قادره اقول هو شبه مين، بس الحمد لله على كل حال اموره جميل. المهم هم دلوقتي راحوا الصحه. في بقى مشكله، ايه هي المشكله يا ياسمين؟ ان النهارده الجمعه، فالتسجيل بتاع العيل مش النهارده السبت، فانا كنت ناوي اقعد في المستشفى ادفع يوم زياده. انا كده كنت قايله لكم ان انا عايزه ارتاح في المستشفى يومين، بس المشكله ان احنا في اول السنه التواريخ اللي هي المميزه 1/1 2/1 3/1 لحد مثلا معاكم لحد 5/1، فاهمين؟ فالزحمه زحمه فوق ما انتم متخيلين زحمه، فما ينفعش ان انا اقعد في المستشفى تمام. فهضطر ان احنا نروح وضمن وسعاد هيجوا بكره هنا، هم دلوقتي في الصحه لاني هيقيسوا الصفره طبعا زي اي طفل، وكمان هيطعموا تطعيم اللي هو الكعب اللي هو اول 24 ساعه ده ولا ايه. لكن التسجيل هيبقى بكره. انا كنت عايزه اقعد في المستشفى من هنا لبكره نطعم ونمشي على طول، بس هنضطر ان احنا نروح. سعاد قالت مش مشكله بكره ضمن ياخدني بالعربيه ونروح نطعم. بس يا بنات دلوقتي هم جايبين لي الفطار عشان افطر، هقعد انا بقى مع نفسي اتمشى شويه كده في الاوضه لحد ما هم يجوا. وحاجه اخيره هقولها لكم، دعيت لكم كلكم والله العظيم وبحبكم كلكم، لان انا حاسه ان انتوا كمان بتحبوني، مش مجرد حد بيتابعوا خلاص بقى. خوفكم عليا وان انتوا تسالوا اخواتي كلهم وتبقوا هتتجننوا وتطمنوا عليا، ربنا يخليكم ليا. انا عايزه اقول لكم ان خدمه العمليات لقيت متابعه بنتها يا عيني